الأخطاء الإخراجية اللي في المسلسلات والأفلام في بعض الأحيان بتدعو إلى السخرية، يبقى المشهد مؤثر جدا وبسبب الأخطاء الإخراجية يخرجك من مود المشهد نفسه، ولو كان تراجي تلاقي نفسك بتضحك. ودي شوية أخطاء إخراجية مش عارف خدتوا بالكم منها ولا لأ، إذا كان في الأفلام ولا في المسلسلات. هحكي لك. استنوا، في حاجة حصلت غلط. في حاجة غلط حصلت. في حاجة غلط حصلت. أول عمل معانا هو مسلسل بدون سابق إنذار اللي نزل رمضان 24، وكان من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وجهاد حسام الدين. خلينا بقى ناخد أحمد خالد صالح وجهاد حسام الدين ونروح للحلقة السابعة في المسلسل والدقيقة 15 من الحلقة. المفروض إن الاتنين واقفين قصاد بعض بيواجهوا بعض بجمل طويلة في التصوير، ولكن لأن المشهد اتصور أكتر من مرة فظهر أخطاء واضحة جدا في الإخراج، واللي كانت كلها في ودان جهاد حسام الدين. ولان الكاميرا هنا كانت بتدخل كلوز على وش كل واحد فيهم بانت الاخطاء الاخراجيه. يعني اتفرج معايا في المشهد كده، هتلاقي هنا ودانها باينه وهنا ودانها متغطيه بالطرح، ولو بعدنا شويه بالمشهد هتلاقي ودانها باينه، ولو جينا قربنا هتلاقي ان ودانها متغطيه. هي الودان دي صاحيه ولا ايه؟ وملوش لازمه، وهاتي الفلوس دي نعمل بيها مشروع. كان مدمن ايه؟ هنقعد نحاسبه ونعاقب. فيلم المدمن بطولة أحمد زكي اللي نزل سنة 1983. في بداية القصة المفروض إن أحمد زكي ومراته وابنه بيعملوا حادثة وهم راكبين العربية. أحمد زكي كان بيلعب مع ابنه وبيديه لمراته، بعد كده بيخبط في التريلا اللي قدامه، وواحدة واحدة العربية بتتجه في اتجاه المية تقريبا هتقع في ترعة. أحمد زكي بيتنطر من العربية، والعربية واحدة واحدة في مشهد سلو موشن بتقع جوه الترعة. لو ركزت انت شوية هتلاقي ان في بني ادم ورا العربيه بيزق العربيه عشان تقع. اهو بص العربيه بتقع، رجليه اهي، رجليه اهي. انت مين يا عم؟ في فيلم فتح عينيك اللي تم انتاجه سنة 2005 وكان من بطولة مصطفى شعبان ونيلي كريم ويوسف الشريف وطلعت زكريا. الفيلم كان فيه مشهد انفجار اتوبيس على الكوبري وبيقع من على سور الكوبري في النيل، الا ان احنا لو جينا اتفرجنا على المشهد هنلاقي ان الاتوبيس واقف على سور الكوبري، والكلام ده بيحتمل معنيين. المعنى الاول ان احنا جامدين جدا في عمل الكباري لاننا ما بنعملش غيرها، والمعنى الثاني هو ان الاتوبيس نط على سور الكوبري في محاولة منه للانتحار. واللي هيجنني في المشهد ازاي الاتوبيس كان متوازن على سور سمكه ما يجيش 15 سنتي. فيلم على جثتي تم انتاجه سنة 2013 وهو من بطولة احمد حلمي وحسن حسني وغادة عادل وكتير من اللي شاركوا في الفيلم. بس في الحقيقة الفيلم ده بيأكد لك ان احنا مش بتوع عفاريت. المفروض ان احمد حلمي وحسن حسني كانوا طالعين بدور ارواح في الفيلم او في معظم الفيلم، وفعلا عشان احمد حلمي يتأكد انه روح بعد ما حسن حسني قال له، راح بص في مراية واحد حلاق ولقى فعلا ان لا هو ولا حسن حسني ظاهرين في المراية. لان لو جينا بصينا على المشهد ده هنلاقي ان احمد حلمي وحسن حسني باصين في الازاز اللي قدامهم، والازاز باين عليه انعكاسهم فيه وكأنهم باصين لبعض في الازاز. يعني احنا عندنا العفاريت والارواح ما بتظهرش في المراية بس في الانعكاسات عادي. أنا مش باين. أنا مش باين. فيلم ألبومه اللي نزل سنة 2018 وهو من بطولة هشام ماجد وشيكو، كان فيه مشهد المفروض ان شخصية هشام ماجد واخدة مجدي تختوخ اللي هو شيكو ورايحين يتقدموا للبنت اللي بيحبها هشام ماجد في الفيلم. واول ما بيروحوا وبيقعدوا بنلاقي قدامهم ان في ترابيزة عليها صينية عليها عصير، الا ان في المشهد او الكات سين اللي بعده على طول بنلاقي ان الترابيزة فاضية والصينية والعصير اختفوا. في الكاتسين اللي بعدها بنلاقي العروسة داخلة وشايلة نفس الصينية اللي كان عليها العصير وبتحطها في نفس المكان بالظبط. وهنا برضو ارجع اقول ان بسبب تقطيع المشهد وعدم تصويره كله مرة واحدة ده بيسبب لأخطاء كتيرة في راكور المشهد نفسه. والعفش هيجي من دمياط بالطيب. لا والنبي لا انا مش فيلم همام في امستردام تم انتاجه سنة 1999 وهو من بطولة النجم الكبير محمد هنيدي، الا ان بقى في مشهد في الفيلم ده غريب بسبب كسل اللي بيصوروه. المفروض ان شخصية همام مسطولة فيه ومسكت طبق الملوخية على انه عيش ومسكت العيش على انه ملوخية وبتقع الملوخية على التيشيرت كله وبتغرقه. تعالوا نجري شوية في المشهد كده هنلاقي ان بعد ما والدته خدته من الصالة دخلته الأوضة في فتحة الباب دي بس التيشيرت نضيف وما عليهوش حاجة. يعني ما كنتوش قادرين تستنوا 10 ثواني كمان لحد ما المشهد يخلص؟
فيلم الباشا تلميذ تم انتاجه سنة 2004، والفيلم من بطولة ناس كتيرة جدا منهم كريم عبد العزيز وحسن حسني وغادة عادل ورامز جلال وكتير من اللي شاركوا في الفيلم. والمفروض ان شخصية كريم عبد العزيز وحسن حسني متنكرين في الفيلم عشان يقبضوا على العصابة، وكان حسن حسني اسمه الحقيقي في الفيلم هو نجدة سلامة، وكان متنكر بشخصية عزمي وعمل حفلات وكلهم راحوا له البيت، وكمان مها احمد راحت له تقول له بحبك يا عزمي بحبك بحبك بحبك. وقف لي بقى المشهد هنا وتعالى لي من شوية هتلاقي ان في يافطة مكتوب عليها اللواء نجدة سلامة جنب باب الشقة. يا عم المخرج في يافطة مكتوب عليها اللواء نجدة سلامة ومحدش خد باله، يعني ما كنتوش قادرين تشيلوا اليافطة لحد ما تقبضوا على العصابة؟ بحبك يا عزمي بحبك يا بقول لك غوري. مسلسل جعفر العمدة اللي تم عرضه في رمضان 23 كان من بطولة محمد رمضان ومع أسامي كتيرة قوي، إلا إن في مشهد في المسلسل وهو لما جعفر العمدة بيلاقي بلال شامة وبيفضل يجري وراه في محاولة إنه يمسكه، والغريب إنه كان بيطرده في اتجاه الشارع عشان المخرج عايز كده. قري بعد كده بإن في ميكروباص بيخبط بلال شامة، مش بس كده الميكروباص بيدوس عليه كمان، إلا إن المشهد اللي بعده لبلال شامة في المستشفى بنلاقيه سليم تماما ما فيهوش خدش واحد ورجله مقطوعه. ما هو حاجه من الاتنين، يا بلال شامة ده طالع سوبر هيرو في المسلسل، يا اما محمد سامي كان في الحمام ساعتها. دول كانوا شوية أخطاء إخراجية لبعض المسلسلات والأفلام المصرية. لو أنت تعرف أخطاء أكتر قول لي عليها في التعليقات، ولو عجبكم فكرة السلسلة دي احنا ممكن نكملها لأن الأخطاء كتيرة جدا، وممكن كمان نعمل عبثيات الكتابة المصرية ونتكلم عن القصص اللي ملهاش معنى. مستني رأيكم في التعليقات وأشوفكم الفيديو الجاي. لا احنا بس اغلب معلوماتنا غلط، المعلومة الحياتية اليومية دي غلط. اساسا البني ادم